مع احترامي لفريقي الشمس وطنطا، لكن الأربعة مرشحين بقوة للفوز بالدوري الممتاز، ولا أحد يعلم يمكن في جمهورية مصر العربية كلها نفوز بالدوري هذا الموسم. وهي دي يمكن الحلاوة والإثارة والمتعة في كرة السلة، إن 4 فرق بينافسوا وبيتنافسوا كل عام، ولا أحد يتوقع من سيفوز بالدوري العام مهما كانت المستويات في المراحل من عمر الدوري، يعني في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. بتجرى رمية القفز دلوقتي، وطارق خيري في نص ملعب النادي الأهلي بيعدي في تشكيل مكون النادي الأهلي الخمسة اللي في الملعب: طارق خيري، عمرو صابر، خالد مصطفى، ولاعيب الارتكاز ياسر أبو الفتوح وطارق الغنام. وأول رمية ثلاثية، برافو يا طارق، بيبدأ بيها التسجيل وفي أول هجمة للنادي الأهلي. وشايف تشكيل الاتحاد السكندري: أشرف صدقي صانع ألعاب، بيبو وأحمد الجزار أجنحة طائرة، محمد رمضان وإسماعيل أحمد لاعبي الارتكاز، طارق خيري اللي بيتعمل له ستار وبيخطف الكرة، أحمد الجزار. إسماعيل على طول يعني خطف الكرة كده وكان مستني الفاست بريك، لكن طبعا أحمد الجزار كان باصص في الأرض يعني، فطبعا ما اداش لإسماعيل. لكن إسماعيل بيدخل أول واحدة كده ويطلع بره لأحمد الجزار. يا سلام يا أحمد الجزار، ويا سلام يا إسماعيل. إسماعيل عايزين نقول إنه طبق اللعب الحديث بلاي انسايد اند بلاي اوتسايد، يخش جوه ويبدا يلم الناس عليه ان هو هيخش ويخلص، ويبدا هو زي ما هو داخل كده كل الناس اتلمت عليه 4 ويطلعها للفاضي تماما. احمد الجزار اللي بيعمل تصويبه ثلاثيه بيتعادل بيها نادي الاتحاد السكندري. لعبه جميله ثانيه من ورا ظهره كده صدقي، لكن بيخطئها محمد رمضان. طارق خيري، طارق الغنام، ياسر ابو الفتوح، وتصويبه ثلاثيه لكن فاشله شكلها كده من هنا، مش طالعه صح للباسكت. اسماعيل احمد بيرتكز ويلعب كده يعني الكره بظهره لكن ما بتجيش وبتتقطع. طارق خيري اللي بيهوش، لكن وهو بيشوط بيتعمل له بلوك حلو قوي، يبقى فاست بريك 3 على 1. وعلى طول احمد الجزار بيحط الكره ويعزز تقدم الاتحاد الى 5. الاتحاد السكندري 3 زي ما احنا شايفين الفاست بريك، واحمد الجزار على طول بيزيد من تركيزه ويحط الكره جوه الباسكت. طارق خيري شايف الاتحاد السكندري يمكن بيلعب مان تو مان، لكن في شويه كده يعني ساجنج مان تو مان. ياسر ابو الفتوح وبيعدي وهو داخل، لكن بيرتكب مخالفه ال 24 ثانيه. معنى ايه مخالفه ال 24 ثانيه؟ معناها ان النادي الاهلي فشل انه ينهي الهجمه او حتى يصوب على الحلقه في خلال 24 ثانيه. الكره على طول بتنقل لطريق الاتحاد. تمريره حلوه قوي لكن بيبو اخطاها، وعمرو صابر اللي داخل وعايز يسرق فاول لكن سابه اسماعيل ولم الكره، والهجوم الخاطف والمباراه سريعه شويه، والتمريرات ومن كتر سرعتها مفيش دقه شويه في التمريرات. طارق خيري وعمرو صابر المره دي بقى بصاها، برافو يا ياسر، عمل فيك حلو قوي وهيأ لاشرف صدقي ان هو هيلعب على الباسكت. اضطر اشرف صدقي واضطر انه يرتكب معاه خطأ شخصي. خطأ شخصي يستوجب رمية من الحد النهائي لصالح النادي الاهلي، وعمرو صابر وطارق خيري مره اخرى اللي بيهاوش اسماعيل لكن بتتخطف منه. احمد الجزار بيعدي بمهاره كده وهو داخل. احمد الجزار بيضطر طارق خيري يرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. لكن شكلنا كده هنشوف مباراة قوية، مباراة حلوة، مباراة ممتعة، نتمنى ان هي تستمر كده طبعا وبالروح العالية اللي بيلعب بيها لاعبي الفريقين دلوقتي، والجمهور طبعا متفهم ذلك تماما. احمد الجزار بيضيع الرمية الحرة الاولى. احمد الجزار منتخب مصر، احمد الجزار، والمنتقل من صفوف نادي طنطا من سنوات الى النادي الاتحاد السكندري اللي استقر بيه الحال اخيرا انه مستمر في الاتحاد. تمريره حلوه قوي لياسر ابو الفتوح اللي بيشوطها وبيلمها.
وبيحطها جوه الباسكت عشان يبقى التعادل مره ثانيه 5-5. اسماعيل احمد كده في هجمه عنتريه لوحده كده على طول من غير ما اللعيبه لسه في الصف وتقف، شاط بثلاثه لكن ما جاش زي ما احنا شايفين. ياسر ابو الفتوح، عمرو صابر، يا سلام يا عمرو، يا سلام يا عمرو، بكل هدوء كده وعقل وثقه ورواقه عمرو صابر. وبعد التصويبه الثلاثيه دي يمكن بيشاور لاشرف توفيق اهو ماسك جنبه وبيطلب التغيير، واشرف توفيق على طول طبعا شافه ومقوم رامي الدياسطي. تصويبه اخرى من اسماعيل ما بتجيش، عمرو صابر بيلعب كده برجل ورجل شكله مصاب، وعلى طول طبعا اشرف توفيق هيغيره. خالد مصطفى، ياسر ابو الفتوح اللي بيشوط بثلاثه. برافو يا ياسر، برافو يا ياسر. يبقى كده ياسر ابو الفتوح يعني يمكن اول مره بنشوفه كده بيشوط من الجنب، يعني يمكن مكانه دايما كان ان هو بيشوط بثلاثه بونت من النص او من خارج قوس الثلاثه بونت بس من النص يعني، لكن هو شاط كده متطرف شويه ناحيه اليمين. رميه من الحد الجانبي لصالح نادي الاتحاد، وبيبو معدي وطارق خيري، وبرده الاهلي بيلعب طريقه دفاع رجل لرجل، او الفريقين بيلعبوا بطريقه واحده تقريبا، مان تو مان فول كورت هاف كورت عفوا من منتصف الملعب. شايفين الديفنس كده بتاع الاهلي بدا يشد شويه ويعمل هيلب وتغطيه، لكن طارق الغنام بيطلعها اوت، وباقي 4 ثواني من زمن ال 24 ثانيه، والمفروض الاتحاد السكندري يتنبه، لكن اتخطفت. برافو يا خالد، قطع الكره على طول من الاوت. طارق خيري، ياسر ابو الفتوح اللي بيهوش بقى المره دي انه هيشوط وداخل كده على طول ما بتجيش، والهجوم الخاطف بيبو طارق خيري 1 على 1، لكن شادي العوامري وهو بيعمل هيلب او مساعده بيرتكب خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح بيبو. النتيجه 11 الاهلي 5 الاتحاد، وعلى طول بقى جماهير الاتحاد السكندري فاهمه بتشجع فريقها في الوقت اللي فريقها محتاج فيه تشجيع فعلا. بيبو بيحرز الرميه الحره الاولى والثانيه ويضايق الفريق الى 4 نقاط. 11-7 باقي من زمن الكوارتر الاول او الربع الاولاني 4 دقائق و53 ثانيه. طارق خيري، ياسر ابو الفتوح من نفس المكان هيشوط ما شاطش. طارق خيري لخالد مصطفى اللي بيطلع يشوط المره دي ما بتجيش، وخالد مصطفى، لكن برافو يا ياسر والله، برافو يا ياسر والله، جابها من فوق اسماعيل كده، وبنقول بقى اوفنسيف ريباوند او متابعه هجوميه، ودي طبعا بتبقى اصعب من الراجل اللي بيتابع وهو في مرحله الدفاع او هو في وضع الدفاع، على اساس ان الراجل اللي في وضع الدفاع بيبقى واخد بوزيشن او عامل بوكسنج اوت او حاجز المهاجم علشان ما يلمش، وده حقه طبعا. بيبو شوت بثلاثه ما بتجيش، الريباوند لمين؟ لياسر ابو الفتوح، لطارق خيري، فاست بريك بس مش فاست بريك لان 3 على 3. شادي العوامري على طول تصويبه ثلاثيه، برافو يا شادي، برافو يا شادي، على طول عمل تصويبه ثلاثيه، وهجوم خاطف كان رائع، ويعزز تقدم النادي الاهلي الى 16-7. يعني يمكن اذا استعرضنا كده الفتره اللي اتلعبت دي بنلاقي ان الفريقين بيلعبوا بطريقه دفاع رجل لرجل من منتصف الملعب، لكن انا شايف ان النادي الاهلي شد شويه في الديفنس، او ما بيلعبش سيلي ديفنس، او ما بيلعبش دفاع مريح شويه، لا شادد شويه في الديفنس عشان يحاول الضغط على المهاجم، عشان يحاول يستخلص الكرة. قدر ان هو يستخلص الكرة، واذا ما قدرش ان هو يستخلص الكرة في بعض الهجمات دفع لاعبي نادي الاتحاد ان هو يصوب اي حاجة او يصوب وهو تحت ضغط، فبتطيش طبعا الكرات بتاعتهم، وهو ده اللي دفع النادي الاهلي انه يبدأ هجمات خطفة على طول، وعزز بيها تقدمه الى 16-7. دفع الكلام ده احمد عمر طبعا بذكاء وفي وقت كويس،
انه يطلب وقت مستقطع، باقي 4 دقايق و4 ثواني من الكوارتر الاول، وانه يطلب وقت مستقطع علشان يصحح فيه من اوضاع فرقته. رمية من الحد النهائي وانتهى الوقت المستقطع. اشرف صدقي، بيبو، ولسه الاهلي ما غيرش طريقه الدفاع رجل لرجل. اسماعيل احمد بيشوط مستريح قوي، 3 ما بتجيش قصيره، والهجوم الخاطف لا. طارق خيري وعلى طول عمل لونج باس او بسط تمريره طويله لشادي العوامري اللي وقف تاني ولا بيلعب سيت بلاي او 5 على 5. شادي، طارق الغنام، طارق خيري، وفي سكرينات وتحركات لخلخال الدفاع رجل لرجل. لكن ياسر ابو الفتوح باقي ثانيتين بس، واضح حرج قوي للنادي الاهلي من زمن ال 24 ثانيه، لازم يصوب خلال ثانيتين. هنشوف بقى ايه اللي هيتم دلوقتي. على طول اول لما لعيب ياخد كره اعتقد انه هيشوط على طول. يا سلام يا طارق، عمل تمريره حلوه قوي واوت، وما قدرش لعيبه الاتحاد السكندري ان هم يعملوا ديفنس لمده ثانيتين، ومن اول لمسه على طول حط الكره جوه الباسكت. اشرف صدقي، اسماعيل احمد اللي بيحاول يخش، لكن كابتن سلامه جيلاني مصفر، هنشوف مصفر ايه. حسب خطأ شخصي على ياسر ابو الفتوح. ده يبقى الخطأ الشخصي الثالث على فريق النادي الاهلي. بيبو، وبيحط الكرة على طول جوه الباسكت. طارق خير، خالد مصطفى، شادي العوامري. شوف بقى هنا الاسكرينات، طارق الغنام بيعمل سكرين اهو او ستار. شادي العوامري على طول عايز يتملك من اي كرة يشوطها، طلعت قصيرة او شاط تحت ضغط، وهو ده اللي كان بيعمله النادي الاهلي. اسماعيل احمد بيهاوش انه هيشوط لكن ما بيشوطش، وبيشوط قصيرة، لكن يلم محمد رمضان، وخطأ شخصي على طارق خير. شايف تغيير دلوقتي طالع اسماعيل احمد غير موفق تماما المرحله اللي اتلعبت من عمر المباراه، ونزل مكانه محمد رمضان كلاعب ارتكاز. صدقي اللي داخل وبيدي الجزار اللي بيشوط ب3 ما بتجيش، يلم مين؟ يلم بيبو. يا سلام يا بيبو، يعني شوف بيبو يمكن من اقصر لاعبي نادي الاتحاد السكندري، لكن تاني كره يلمها او تاني كره يحطها من تحت الباسكت في حراسه دفاع الاهلي. برافو يا بيبو. خالد مصطفى وفيك جميل، وبيطلع شوط مستريح قوي، بيحط كره لكن ما بتجيش، يلم الغنام وبيرتكز، لكن بيرتكب معاه بيبو خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. شايف في تغيير تاني بيقوم بيه الكابتن اشرف توفيق ردا على تغيير احمد عمر، او بيطلع طارق خيري ونزل اسلام علي عشان يسرع شويه رتم اللعب، لان طبعا اسلام يعني يمكن اسرع شويه من طارق. وطارق الغنام والرميه الحره الاولى بيحرزها، بداية الفارق الى 19-11 ودقيقتين وثانيتين، وبيوسع الفارق عفوا الى 19-11 لان النادي الاهلي هو المتقدم. اشرف صدقي بعديها كده واحده من ورا ظهره عشان يعدي من شادي، وبيطلع بيشوط ب3. يا سلام يا اشرف، يا سلام يا اشرف، والله يعني انا بعتبر ان هو يعني مايل شويه كده وكان اوت اوف بوزيشن من الشوط، لكن زاد من تركيزه اكتر من اللازم عشان يحرز ثلاثيه جميله تضيق تاني النتيجه الى 19-14. خالد مصطفى، اسلام علي، طارق الغنام وبلاي انسايد جيم. يا سلام يا طارق، لفه حلوه قوي، لكن زمن ال 24 ثانيه وللمره الثانيه بيجبر دفاع الاتحاد السكندري هجوم النادي الاهلي الى عدم التصويب خلال 24 ثانيه. اشرف صدقي، محمد الجزار، وهو شقيق احمد الجزار على فكره، يعني الاثنين اشقاء في الملعب بيلعبوا دلوقتي. اقول لكم لعبه العائلات في اول توقف كده. مخالفه المشي بالكره،
على محمد رمضان. بتستوجب رمية من الحد الجانبي اسلام علي. طارق الغنام وتصويبة ثلاثية ما بتجيش، وتغيير اخر بنزول حسام الوكيل مكان محمد رمضان. يعني يمكن احمد عمر كده بالتدريج وبذكاء بيبدأ يرمي الاوراق الرابحة بتاعته او الاوراق المؤثرة من غير ما النادي الاهلي هنشوف بقى يحس او ما يحسش، لكن شايف ان كده مستواه بيطلع سنة بسنة، وبيبدأ يعني نزل دلوقتي محمد الجزار، نزل دلوقتي حسام الوكيل، وشايف لسه امير عبد الرحيم بره، وهو ورقه رابحه قويه فريق نادي الاتحاد السكندري. وهنشوف كده تفكير احمد عمر ايه، او نحاول نقرا تفكيره. خطأ شخصي لصالح بيبو يستوجب رميتين حرتين، وبيحرز الرميه الحره الاولى احمد عبد الوهاب. وبيحرز الرميه الحره الثانيه احمد عبد الوهاب، وده النتيجه الى 19-16، وباقي 35 ثانيه من زمن الربع الاولاني. زي ما احنا عارفين النص الاولاني مقسوم لجزئين، ربعين، ربع 10 دقايق وربع 10 دقايق. طارق الغنام طارق الغنام والرمية الحرة الأولى بيضيعها، وبيحرز بيحرز الرمية الحرة الأولى، وبيحرز الرمية الحرة الثانية، ويزود الفرق إلى 21-16، وباقي 20 ثانية. لازم بقى هنا الاتحاد السكندري تتخطف من أشرف توفيق، وعلى طول هجوم خاطف لخالد مصطفى اللي بيحط الكرة دنك، وبيعزز تقدم الاتحاد إلى النادي الأهلي إلى 23-16. باقي 5 ثواني. هنشوف بيبو بيعدي وبيطلع لبره، كان لازم يشوط على طول. الجزار بيشوط على طول ما بتجيش، وهنا بقى في اخر ثانيه يمكن من زمن الربع الاولاني بيشوطها بيبو لكن ما بتجيش، وبينتهي الكوارتر الاولاني او الربع الاولاني بتقدم النادي الاهلي 23-16. تبعا للقانون الجديد او قانون الاربع تربع، ياخد الفريقين راحه دلوقتي لمده دقيقتين، او عايزين نقول بقى ايه، يعني وقت مستقطع بس طويل شويه. كل مدرب دلوقتي ليه وقت مستقطع واحد بس في خلال الربع الاولاني والثاني والثالث، لكن الربع الرابع او الشوط الرابع بيبقى لكل مدرب 2 وقت مستقطع. طبعا هو بيستغل طبعا بقى الفترات اللي هي بين الكوارتر الاول والثاني عشان يقدر يكلم فرقته، ويبقى وقت مستقطع طويل شويه. يمكن خلال التوقف ده بنقول ألف مبروك لجاسر رياض ومحمد مصلحي بعضويتهم في الاتحاد المصري لكرة السلة. رشحوا نفسهم، كان في مكانين شاغرين، منصب أمين الصندوق اللي كان بيشغله الكابتن عادل طعمة، ومنصب أحد الأعضاء الكابتن صبري سراج، وتم ترشيح الكابتن جاسر رياض بعد الانتخابات، ونجحوا في الانتخابات الكابتن جاسر رياض والكابتن محمد مصطفى. بنقول لهم الف مبروك ودوام التوفيق في الاتحاد المصري لكرة السلة لرفعة اللعبة وعلو شأنها. انتهى الوقت المستقطع او انتهى الوقت الراحة اللي بين الكوارتر الاول والثاني، وهيتم بدء الكوارتر الثاني برمية قفز عادي جدا زيه زي الكوارتر الاول. مش شايف اي تغيير في الفريقين باستثناء امير عبد الرحيم اللي نزل مكان احمد الجزار في نادي الاتحاد السكندري. طارق الغنام بيخلص كرة القفز، واسلام علي. الفريقين لسه بيلعبوا دفاع رجل لرجل.
شايف امير كده نازل ماسك خالد مصطفى اهو، زي ما احنا شايفين في الشاشه، ضاغط عليه اهو. خالد مصطفى، طارق خايف، اسلام علي لشادي العوامري. يا سلام يا شادي، نزل كده من البيز لاين وعمل باونس باس او باصه ارضيه كده لطارق الغنام اللي ما بيلاقيش اي صعوبه ان هو يحطها جوه الباسكت. حسام الوكيل، امير عبد الرحيم اللي ماسكه برده خالد مصطفى، حسام الوكيل وامير بقى نازل كده واخد خالد مصطفى تحت عشان يلعب بيه 1 على 1، لكن بيفشل في اول هجمه ليه. بتتقلب فاست بريك، لكن من كتر سرعتها ياسر ابو فتوح بتطير الكره من ايده وبتبقى راميه من الحد النهائي لصالح نادي الاتحاد السكندري. 25 الاهلي، 16 الاتحاد السكندري. امير عبد الرحيم، الجزار، بيبو، الوكيل، في تحركات كده على خلخال الدفاع رجل لرجل اللي بيلعبوا النادي الاهلي. باقي 3 ثواني وبيشوط في اخر الثواني طبعا، لكن ما بتجيش، ويلم طارق الغنام لوحده خالص تحت الباسكت. اسلام علي، شايف برضه احمد عمر بيعمل تغيير تاني كده عشان يشوف ايه سبب فشل مهاجمتين دلوقتي لنادي الاتحاد السكندري. وبكل سهوله طارق الغنام بياخد محمد الجزار وينزل بيه تحت كده ويلعب عليه ويحط الكره جوه الباسكت. اشرف صدقي، وخطأ شخصي من شادي العوامري بذكاء وخبره اشرف صدقي كده يستوجب 3 رميات. بنقول ليه 3 رميات حره؟ لانه هو كان في حاله تصويب من الرميه الثلاثيه، فهنا بيستوجب 3 رميات حره عشان ما نحرموش من حقه في ان هو من التصويبه الثلاثيه. اشرف صدقي بيضيع الرميه الحره الاولى وهو اللي بيضيع حقه بايده في احتساب رميه ب3 نقط، وبيحرز الرميه الثانيه. وبيحرز الرميه الثالثه، جاب 2 من 3 ويضايق الفرق الى 27-18. شادي العوامري بكل سهوله، واشرف صدقي يمكن بيتفرج عليه، بيحط الكرة جوه الباسكت برميه ثلاثيه اخرى تعزز تقدم النادي الاهلي الى 30 والاتحاد 18. اشرف صدقي يمكن بيرد عليه بواحده ثلاثيه ثانيه ما بتجيش، يلم بيبو. يا سلام يا بيبو، شوف بيبو بقى بيتواجد فين. يعني يمكن دي 3 أو 4 متابعه هجوميه بيعملها احمد عبد الوهاب، وطالع بيشوط، فبيضطر اسلام علي ان هو يرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. احرز منهم الرميه الحره الاولى بيبو، واحرز الرميه الحره الثانيه. يمكن بيبو اداؤه ثابت في خلال اللقاء ده حتى الان. بعض لاعبي الاتحاد السكندري لسه ما وصلتش لمستواها، او ما شفناهاش دلوقتي في الجيم ده بالمستوى بتاعها اللي احنا نعرفه. هنا اتخطفت الكره وفاست بريك وهجوم خاطف، واسماعيل احمد على طول بيحط الكره جوه الباسكت ويحوط على كورته كده، او يداري على كورته بجسمه، والكره ثانيه تتخطف و4 على 2. وامير عبد الرحيم، بص امير بقى، بص امير لما بيلعب بمزاج بيعمل ايه. امير عبد الرحيم برافو يا امير والله، ويصحي معاه جماهير نادي الاتحاد السكندري. ويدفع الكلام ده اشرف توفيق انه يطلب وقت مستقطع. لكن عايز اقول حاجه يعني في خلال توقف الكره ده في الوقت المستقطع ده، شوف جماهير الاتحاد صحت على طول فيه. وعايز اقول حاجه، ان مجرد الاتحاد السكندري لعب كورتين ديفنس كده ولعب بمزاج عالي شويه، هيصحي معاه جماهير الاتحاد السكندري اللي بتلعب، اللي بتحب اللعب. اسلام علي، شادي العوامري، بيعدي اسلام، وشايف كده الاتحاد ضاغط مان تو مان فول كورت، ما عملش اي مصيده او تراب، لكن بيلتزم بطريقه دفاع رجل لرجل.
طول الملعب. طارق الغنام واخد بوزيشن شايفه على تحته، معركه كده تحت الباسكت مش متشافه بين لعيب الارتكاز. وخالد مصطفى بيشوط ما بتجيش والكره بتتلم. اسماعيل احمد اسماعيل احمد بيعدي ويسيب الكره. هو طبعا مهم جدا يا اسماعيل ان انت وانت بتعدي تاخد الكره معاك، مش محبذ ان انت تعدي من غير الكره. اسلام علي بيتحجز له من طارق الغنام وياسر ابو الفتوح. ياسر ابو الفتوح بيشوط بثلاثه. برافو يا ياسر، برافو يا ياسر. وبيحاول يسكت كده شويه جماهير الاتحاد السكندري بتصويبه ثلاثيه تعزز تقدم النادي الاهلي تاني الى 33-24. اشرف صدقي، امير عبد الرحيم، تمريره قويه شويه بيحاول يمسكها بيبو بايد واحده بتتخطف. اسلام علي، ياسر ابو الفتوح، خالد مصطفى. سايبينه خالص، سايبينه خالص. حتى اسماعيل احمد يعني هو مش عارف مين خالد مصطفى، مانو امير. المفروض ان هو عدى من امير، كان المفروض يتعمل تغطيه لكن ما تمتش التغطيه. الكلام ده دفع احمد على زميله اللي بيجري وراه، لكن لازم طبعا يكون شايف الكرة. بيحط الكرة جوه الباسكت. ياسر ابو الفتوح، خالد مصطفى، طارق الغنام تحت الباسكت. خد بوزيشن حلو قوي طارق الغنام على حسام الوكيل. طالما خد بوزيشن وخد الكرة بقى هو يعني احتمالاته اكبر ان هو يا يجيب باسكت يا ياخد فاول زي ما حصل كده. واخد بوزيشن صح زي ما احنا شايفين الكابتن مجدي جلال اهو. حكم اول لقاء النهارده الكابتن سلام الجيلاني بيطلب منه الكوره. طارق الغنام ورميتين حرتين. بيضيع الرميه الحره الاولى طارق، وبيهتف له جماهير الاتحاد طبعا ان هو ضيع الرميه الحره الاولى، وبيتمنوا ما بينهم وما بين نفسهم كده انه يضيع الرميه الحره الثانيه، على عكس طبعا جماهير النادي الاهلي اللي يمكن غايبه عن لقاء النهارده. حسام الوكيل، اسماعيل احمد بيعدي وبيرتكز لحسام الوكيل، لعصام جمال، لحسام الوكيل. يا سلام يا حسام، يا سلام يا عصام، يا سلام يا حسام. شايف برضو حسام جمال نزل مكان بيبو في التايم اوت، وهيخش هو بقى كده كصانع لعب، او هنشوف بقى مين اللي هيمسك الملعب، يعني هو او ميشو. واحد فيهم طبعا هيمسك الملعب والتاني هيخش كجناح. حسام الوكيل بيضيع الرميه الحره الاولى. وبيحرز الرميه الحره الثانيه. وخمس دقايق و25 ثانيه اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه. و36-27 ما زال فرق 9 نقاط لصالح النادي الاهلي. لم يتأرجح كثيرا. ياسر ابو الفتوح، شادي العوامري بيلعب انسايد جيم مع طارق الغنام وعايز يكرر نفس اللعبه. باقي 8 ثواني من زمن 24 ثانيه، يعني لازم النادي الاهلي يفكر هينهي ازاي الكره في ال8 ثواني دول. ياسر ابو الفتوح بيهوش ويخش بايد واحده ما بتجيش، يلم اسماعيل وهجوم خاطف. امير عبد الرحيم لاسماعيل احمد على طول جوه الباسكت. برافو يا امير، برافو يا امير، برافو يا اسماعيل. فاست بريك، هات وخد كده بلغه كره القدم، وبيحط الكره جوه الباسكت. اسلام علي اللي ماسكه عصام جمال. طارق الغنام اللي بيشوط اي حاجه، اعتقد اي حاجه، يلم اسماعيل احمد. بتتصرف من اسماعيل احمد وبتروح لياسر ابو الفتوح لوحده على طول، اللي بيحط الكره دنك جوه الباسكت وسط استنكار كده من جماهير الاتحاد اللي بتطالب الحكم انه يديها خطأ شخصي لصالح اسماعيل. يعني هتافات شويه كده من جماهير الاتحاد مش محبذ بيها. يعني بيلوموا كده حكام اللقاء في الكوره دي، هم في اعتقادهم ان هي فاول، لكن الحكم طبعا اقرب.
وهنا يعني يمكن طبعا حكمي اللقاء موقفين اللقاء علشان الكرة هي بتاعت اسماعيل. عصام جمال اللي بيديها لاسماعيل لكن بتتخطف بقى منه تاني اهي. خالد مصطفى توتر كده من لعيبه الاتحاد شويه. اسلام علي وبتتخطف بقى هنا تاني اهي من ميشو بيخطفها لامير عبد الرحيم اللي داخل. وقع امير برضو الكره طارت من ايده وخطأ شخصي على ميشو وهيستوجب رميه من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي. 4 دقايق و12 ثانيه اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه. هيبص الكره امير يعني يمكن وقع كده وهنا خطأ شخصي اخر على حسام الوكيل لصالح مصلحه طارق الغنام. يستوجب رميه من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي. طارق الغنام بيرتكز ويحط الكره. برافو يا طارق جوه الباسكت. يعني احدى المهارات الاساسيه للاعيب الارتكاز. خد حسام في ظهره كده وارتكز ولف في ظهره وحط الكره على طول في المربع جوه الباسكت. برافو يا طارق. نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر او زي ما احنا شفنا اللعبه اسماعيل احمد. ميشو اللي بيدخل وهو داخل بيحط الكره. خالد مصطفى بيدفعه اهو. ميشو زي ما احنا شايفين المنتقل من صفوف نادي الألمونيوم واللي استقر به الحال الى نادي الاتحاد السكندري. بيحرز الرميه الحره الاولى و3 دقائق 47 ثانيه متبقين من زمن الكوارتر الثاني. وبيحرز الرميه الحره الثانيه وده الفرق الى 40-31. ما زال فرق 9 نقط. اسماعيل طارق الغنام شادي العوامري بيحاول يحجز له طارق لكن شادي بيبعد كده عنه وبيشوط ب3. يا سلام يا شادي. يا سلام يا شادي. شادي خد باله كده ان الاسكرين بيتم من الدفاع اهو. شوف الدفاع بعيد عنه عشان يتجنب الاسكرين وعلى طول شادي ما ونش ما استناش على طول. ميشو بيحاول يخش لكن بيتعمل له بلوك طبعا من طارق الغنام. ولكن ميشو كده بذكاء وكان لسه ما رجعش بياخد الكرة. لكن امير عبد الرحيم بيضيع كرة سهلة قوي اللي جابها له ميشو. وتغيير اخر دلوقتي من احمد عمر بخروج حسام الوكيل ونزول محمد رمضان اهو. شوف الكرة اللي خطفها ميشو جابها لنا يعني يمكن المخرج. اسلام علي شادي العوامري. اسلام علي شادي في اهو في ستار تاني المره دي بقى ادى لطارق الغنام على طول من لمسه واحده كده لياسر ابو الفتوح. بيشوط ما بتجيش. الريباوند لمين؟ لاسلام علي احد القصيرين اللي موجودين في الملعب هو اللي بيلم الكوره. عصام جمال بيحاول يخطفها منه لكن بتطلع رميه من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي. 15 ثانيه باقيين من زمن ال 24 ثانيه للهجمه لكن دقيقتين و35 ثانيه متبقيين من زمن الكوارتر الثاني والنتيجه ما زالت في صالح النادي الاهلي 43-31 يعني كسر شويه فرق 9 نقط. وعلى طول خالد مصطفى دلوقتي بيعزز تقدم النادي الاهلي اكتر من 9 نقط بقى الى 45-31. عصام جمال لكن شايف التصويبات موفقه شويه من النادي الاهلي النهارده. خالد مصطفى شادي العوامري اسلام علي امير امير بيحط الكرة جوه الباسكت وله رمية حرة اضافية. هنا الكابتن مجدي جلال كابتن مجدي جلال. الكابتن سلامة جيلاني اللي حصل هنا بقى. بص الكابتن سلامة جيلاني
احتسب الخطأ الشخصي. كابتن مجدي جلال اداله الاشاره ان الكره جت باسكت. يعني لو انت عايز يا كابتن سلامه تحسبها ان هو خد خطواته خلاص وبيصوب على الباسكت، الكره جت باسكت. طبعا الكابتن سلامه ما خدش برايه، واعتقد وهو عارف ان الكره اتعمل الخطأ الشخصي قبل التصويب او قبل ما ياخد الاكشن بتاع الحركه. امير عبد الرحيم احرز منهم رميه وضيع رميه، واسلام علي اللي داخل لوحده خالص، لكن بيتعمل له بلوك رائع من محمد رمضان بايديه الشمال من غير ما يلمسه ومن غير فاول ومن غير خطأ شخصي. برافو رمضان. 45-32. خالد مصطفى، شادي العوامري، خالد مصطفى، طارق الغنام تحت بيطلع الاسلام علي تاني اللي بيشوط بثلاثة. يا سلام يا اسلام. اسلام علي على طول الكرة بتطلع كده من تحت لفوق، وعلى طول تصويبة ثلاثية رائعة يعزز بها تقدم النادي الاهلي تاني الى 48-32. اسماعيل احمد بتضيع منه الكرة بكل سهولة، والخالد مصطفى على طول الهجوم الخاطف ويحط الكرة بسهولة جوه الباسكت، وسط تشجيع بقى من جماهير الاتحاد السكندري الفاهمة والواعية اللي بتلوم لاعبتها وتبدأ بقى تلوم اللعيبة بتوعهم. ميشو، محمد رمضان بيرتكز وبيطلع، لكن طارق الغنام بيرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. ويمكن ده الخطأ الشخصي الأول على طارق عملاق النادي الأهلي. ومحمد رمضان وبيحرز الرمية الحرة الثانية. اسلام علي لياسر ابو الفتوح اللي معدي على طول بينظم فرقته، ودقيقة متبقية تماما 50-34. خالد مصطفى، طارق الغنام بيشوط بثلاثة لكن اي حاجة ما بتجيش. اسماعيل احمد اللي بيلم وطالع لوحده بياخد الكرة كده ورا ظهره وبياخد مهارات صانع الالعاب وبيطلع بره تاني لميشو اللي بيشوط لوحده ما بتجيش. عصام جمال بيلم، احمد الجزار بيهوش والاهلي تاني نظم دفاعاته. ميشو اللي بيعدي من اسلام لكن بيرتكب معاه خطأ شخصي، وهنا بقى النادي الاهلي ونادي الاتحاد ارتكبوا اكتر من 4 اخطاء شخصية، يبقى يستوجب على طول رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح ميشو، بيضيع الرمية الحرة الأولى. طبعا نقط سهلة جدا، رمية حرة من غير ديفنس وبتشوت لوحدك واخد نفسك وليك 5 ثواني وبتضيع. بيظبط في الثانية وبيحرز الرمية الحرة الثانية. اسلام لشادي، خالد مصطفى ولازم يخرج قبل ال8 ثواني وبيطلع الباص على طول، لكن اي حاجة طبعا تحت ضغط فبيقطعها اسماعيل لونج باس وبتقلب فاست بريك على طول. وعلى طول من شادي من احمد الجزار لميشو جوه الباسكت، ويبقى الفرق تاني الى 50-37 وباقي 3 ثواني او ثانيتين من زمن الكوارتر الثاني، وفعلا بيصفر الحكم او بتصفر الترابيزه وبينتهي زمن النصف الاول او الشوط الاول بقى مكتملا بتقدم النادي الاهلي 50 ونادي الاتحاد السكندري 37. وينتقل الميكروفون الآن للزميل تامر لإجراء بعض الحوارات ما بين شوطي اللقاء. مش حد عايز يجي، مش حد عايز يجي، مش حد عايز، قول مش حد عايز يجي خالص.
الشوطين. هنشوف احمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قال للاعيبته ايه بين الشوطين، وهنشوف برضو اشرف توفيق هيستطيع المحافظه على تقدمه من بدايه اللقاء حتى نهايه اللقاء. وهنشوف مجريات الامور دلوقتي في النصف الثاني من اللقاء هتنتهي لمصلحه مين، لكن جماهير الاتحاد السكندري ما زالت تشجع فريقها زي ما بيقولوا كده بالروح بالدم. هنشجع الاتحاد وهنلعب وهنكسب، ويعني يمكن جماهير الاتحاد السكندري هنا ليها طعم جميل والله في التشجيع، وبيحسوا بعضيهم كده ان هم يشجعوا. شايف نادي الاتحاد السكندري بادئ النصف الثاني بتشكيل مكون من امام عبد البديع او ميشو صانع لعب، والاجنحه الطائره بيبو عاد مره اخرى للملعب، واحمد الجزار ومحمد رمضان واسماعيل احمد لاعبي الارتكاز. بيواجه الكلام ده اشرف توفيق بتشكيل مكون من اسلام علي صانع لعب، وشادي العوامري وخالد مصطفى الاجنحه الطائره المتالقه في الشوط الاول واللي تالقت في الشوط الاول، ولاعبي الارتكاز ياسر ابو الفتوح وطارق الغنام اللي ادوا ما عليهم حتى الان في الشوط الاول ايضا. بيبو ميشو، وشايف الاهلي بيلعب دفاع رجل لرجل من منتصف الملعب، وبيبو دلوقتي ماسكه ياسر مفتوح، يعني في ميس ماتش كده ان ياسر مفتوح اصلا مش مانو بيبو، وعلى طول بيبو بيخش واحده كده من ياسر ويحط الكره جوه الباسكت. اسلام علي اللي بيشاور برقم الخطه، خالد مصطفى، وبرده الاتحاد السكندري بادئ دفاع رجل لرجل من منتصف الملعب. شوف كده بيلعب انسايد جيم اهو. هنا طارق الغنام وهو بيصوب دفعه محمد رمضان، وبخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح طارق الغنام. الكابتن سلامة جيلاني زي ما هو باين في الشاشة اهو، حكم تاني لقاء النهارده، سلم الكرة للكابتن مجدي جلال اللي بيسلمها الكرة لطارق الغنام، والرمية الحرة الأولى بضياع طارق الغنام منتخب مصر، وبيضيع الرمية الحرة الثانية، وبتقلب على طول بقى هجوم خاطف فاست بريك على طول لبيبو، على طول اللي بيحط الكرة جوه الباسكت وبياخد سقطة أمامية كده عشان يوزن بيها نفسه عشان ما يقعش غلط، وبداية الفارق إلى 50-41 ورجع تاني فارق 9 نقط. وبينادوا كده بقى بذكاء ووعي ديفنس، يعني بيحسوا اللعيبة بتوعهم ان هم يلعبوا ديفنس. طارق الغنام واخد محمد رمضان تحت، لكن الكرة بتضيع ما بتجيش. ورمية طويلة شوية من اسماعيل والحماس الزائد، بيضيع فرصة تانية للاتحاد انه يضيق الفارق. اسلام علي، لكن شايف الاهلي بيعتمد كده في لعبه اما على التصويب الخارجي او اللعب انسايد جيم على طارق الغنام. اسلام علي مستريح قوي، بيشوط بثلاثة ما بتجيش، يلم اسماعيل احمد وياخدها كده من ورا ظهره لبيبو لميشو اللي بيهوش ويدخل ويحط الكرة ما بتجيش، لكن يخطفها ياسر ابو الفتوح، وعراك بينه ومعركة تحت السلة. اسماعيل احمد بيشوط اي حاجة ما بتجيش، وفرصة تانية لتضييق الفارق. اسلام علي اللي بيعدي وبيعلي كورته لكن ما بتجيش. بيبو اللي بيعدي وتمريره وبرده والحماس الزايد والسرعه بقى كده، وتبادل الكرات المقطوعه بين لاعبي الفريق. ما زال الاهلي 50 ولكن الاتحاد يتقدم، ولكن ببطء 41، وضيع هجمتين في مقابل ان الاهلي ضيع 3 أو 4 هجمات. اشرف توفيق دفع بطارق خيري مكان اسلام علي. 7 دقائق 54 ثانية، معنى كده ان اتلعب دقيقتين و6 ثواني لم يحرز خلالهم الاهلي اي نقطة.
هنشوف اشرف توفيق بالتغيير بتاعه ده، هيحاول يعدل شويه من اوضاع فرقته ولا ايه الوضع بالظبط؟ اللي بينادي طارق خيري بينادي برقم الخطه 3 برضه، وبتتقطع الكره وميشو على طول بيحط الكره جوه الباسكت. قطع كره من شادي العوامري، تمريره مقطوعه من اول تمريره مقطوعه لطارق خيري، وبيحط الكره جوه الباسكت. خالد مصطفى بيعملوا سكرينات لعيبه الاهلي تحت عشان يلعب انسايد جيم. طارق خيري، ياسر ابو الفتوح، وبيعمل خطافيه ما بتجيش. يلم مين؟ يلم ميشو لاسماعيل احمد، لميشو، و50 43 و7 دقايق متبقيه تماما، وبيشوط اسماعيل احمد بثلاثه ما بتجيش. يلم مين؟ رمضان. يا سلام يا رمضان، يا سلام يا رمضان. متابعه هجوميه ناجحه، وعلى طول داخل بيحط كورته ويصحي جماهير اسكندريه. و50 45 والماتش يزداد سخونه واثاره ومتعه. ياسر ابو الفتوح، خالد مصطفى. ياسر ابو الفتوح بيهوش انه هيشوط بثلاثه وبيطلع يحط السلميه. برافو يا ياسر. ميشو، ميشو، اسماعيل احمد اللي لسه مش ظاهر يمكن بمستواه النهارده، وبيحاول يباصي كده تمريره بايد واحده لكن بتتقطع منه، وبيديها له طارق خيري تاني بيقول له معلش ان احنا خدنا الكره منك، بيديله الكره تاني. ميشو، اسماعيل احمد هيشوط، شوط بثلاثه ما بتجيش. تصويبه تانيه فاشله لاسماعيل. شادي العوامري بيوقفوا كده ميشو عبال ما فرقته ترجع. ياسر ابو الفتوح، والدفاع رجل لرجل ما زال هو المسيطر على لعيبه الفريقين، مفيش حد غير باستثناء هجمه او اتنين. خالد مصطفى، ياسر ابو الفتوح بيشوط بثلاثه، اي حاجه ما بتجيش. يلمها طارق الغنام من فوق الجزار ويطلع لخيري تاني للغنام. تمريره حلوه قوي يا غنام، والله برافو غنام. تمريره سريعه كده من طارق الغنام لخالد مصطفى، على طول بيترجمها ترجمه حقيقيه ويحط الكره جوه الباسكت ويوسع الفرق تاني الى 54 45 زي ما شفنا اللعبه كده في الاعاده. وهو ده خالد مصطفى اللي ترجم الكوره. ميشو، بيبو، محمد رمضان، وسايبه كده طارق الغنام عشان عارف ان محمد رمضان ما بيشوطش طبعا. اسماعيل احمد بيطلع كده، ويا سلام يا اسماعيل، يعني بدا يلعب بقى تحت شويه لان لقى ان التصويب الثلاثي مش ماشي معاه، وعمل انتكاسه اهو كده وطلع على طول عالي وحط الكوره جوه الباسكت. ويمكن انا بفضل ان اسماعيل يلعب دايما تحت الباسكت او ياخد الراجل بتاعه ويلعب بيه تحت الباسكت، لان مهاراته الهجوميه كويسه، فما يحاولش ان هو يضيع الهجمه بالتصويب الثلاثي. لكن طبعا احمد عمر او اسماعيل هم ليهم الراي وهم ليهم اتخاذ القرار المناسب. خطأ شخصي يستوجب رميه من الحد النهائي. طارق الغنام بيطلع بيشوط باثنين، ومحمد رمضان يعني واقف بيتفرج عليه، يعني سابه كده ياخد الكره مستريح قوي من غير اي ديفنس، رغم ان هو تحت الباسكت مش عارف ليه، يعني رغم ان هو تحت الباسكت ووضع مهم. يعني بيبو داخل وبيطلع لبره لميشو اللي بيشوط بثلاثه. يا سلام يا ميشو، يا سلام يا ميشو. رميه ثلاثيه اخرى، والتصويب الثلاثي يمكن نسبته كويسه النهارده. وشوف ميشو طالع ومركز وحط الكره على طول جوه. خيري الغنام مش عارف يدي مين وتحت ضغط. ياسر ابو الفتوح، خالد مصطفى لقاها مقفوله وعمل تغطيه حلوه قوي بيبو وواخد الكره، وخطأ شخصي على طارق خيري. عايز اقول حاجه في اللعبه اللي فاتت دي يمكن لو اتعادت، اللي هي قطع فيها بيبو الكوره، شفنا تراب اتعمل او مصيده اتعملت او هيلب او تغطيه، لا قبل الخطأ الشخصي. يمكن لو عدنا اللعبه دي من الاول قبل الخطأ الشخصي، من قبل ما يقطع الكوره شفنا تغطيه حلوه قوي من اسماعيل قفل عليه السكه اهو. شوف الراجل خد الكوره ولقى اسماعيل واقف على طول التغطيه هنا والكفرنج من بيبو، او اتعمل روتيشن
انه مسك الراجل مش بتاعه، مسك الراجل اللي راح له الكرة وساب الراجل بتاعه على طول. يعني دفاع نموذجي. اتعدلنا كده بالكاميرا يمكن لمحناه او لمحنا ايه التكتيك الدفاعي اللي اتعمل بالظبط خلال اللعبة دي. لعبة سليمة 100%. على طول طبعا قلبت الكرة على طول فاست بريك او هجوم خاطف. دفع الكلام ده بسرعة الاداء الهجومي طارق خيري انه يرتكب خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. ستة وخمسين الاهلي 49 الاتحاد، و3 دقائق و57 ثانية متبقيين من زمن الكوارتر الثالث او الربع الثالث. الباسكت. شوف اسماعيل احمد لسه بقول تحت الباسكت احسن، يعني في منطقه 3 سكند او الثلاث ثواني هو بيلعب احسن. فلازم، مش عايز اقول لازم لان القرار تابع للمدير الفني. على طول شادي العوامري ما بيونش وما بيستناش، على طول بيستنى فرصه واحده انه يفضى او يبعد عن الديفنس، وعلى طول بيديها رميه ثلاثيه. بيبو و59 51. اسماعيل بقى بدأ يعني يهتم شويه انه يلعب تحت. ميشو، احمد الجزار بيشوط بثلاثه ما بتجيش، يزق ياسر ابو الفتوح وبتبقى الكوره رميه لحد الجانبي لصالح الاتحاد. تغيير دلوقتي عمله احمد عمر بنزول امير عبد الرحيم وخروج احمد الجزار. رمضان لبيبو، لرمضان اللي ما بيشوطش من هنا والدفاع بتاعه عارف انه ما بيشوطش. وخطأ شخصي اخر على خالد مصطفى، ده يستوجب رميتين حرتين لانه كان بيشوط. اهو شايفين الكابتن نجم جلال بيشاور بصباعه كده 2، دي مش علامة النصر اللي بيشاور بيها، دي علامة رميتين حرتين. امير عبد الرحيم اللي لابس القميص رقم 10 وبيحمل اسم عصام، هو طبعا مش عصام، هو امير عبد الرحيم، ودي اكيد فانيلة عصام جمال. وبيحرز الرمية الحرة الثانية بعد ما ضيع الرمية الحرة الأولى. طارق خيري 59 52 و3 دقايق متبقية من زمن الكوارتر الثالث. طارق الغنام بقى بيلعب تحت ضغط دلوقتي، لكن بينزل تحته عشان ياخد الكرة. لا في تغطية من 2، ولو عدى من رمضان هيلاقي اسماعيل وبيحاول يطلع الكرة اي حاجة، لكن بتيجي لحسن الحظ الاسلام على طول. برافو يا ياسر وبرافو يا اسلام والله. ميشو هنشوف الكرة. بص اسلام عمل التمريره ازاي، وعلى طول ياسر ابو الفتوح بيترجمها ترجمه جوه الباسكت. اسماعيل احمد اهو شوف بقى بدأ يدخل تحت واللي يلعب هو بقى هو ده اسماعيل احمد تحت الباسكت كويس، وعنده مهارات وبيلعب بين رجليه وتغييرات اتجاه، تشينج سبيد وتشينج دايركشن او بيغير اتجاهاته وسرعته كويس، فبيقدر يلعب على اي لعيب ارتكاز كويس احسن ما انه بيلعب بره. لان اي لعيب ارتكاز او من مميزاته الجسمانيه او من صفاته الجسمانيه، مش مميزاته، هو صفاته الجسمانيه انه بيبقى تقيل، فمع خفه حركه اسماعيل في المراوغه او تغيير السرعات او الاتجاهات بيقدر ان هو يلعب عليه. بص هنا ياسر مش عارف يتحرك معاه ازاي وخد عليه بوزيشن، واسماعيل احمد على طول بيحط الكوره جوه الباسكت. لكن برضه القرار لاحمد عمر اذا حب ان هو يخليه يشوط من بره بيخليه يشوط من بره رغم ان نسبته مش ماشيه. طارق خيري بيهوش انه هيشوط وبيشوط ما بتجيش، لكن يلم اسلام علي ومفيش تغطيه او بوكسنج اوت من لاعبي الاتحاد. جريوا على طول على الفاست بريك، لكن طبعا الهجمه ما بتنتهيش الا لما الكره بتتلم، فاسلام لمها وده طارق خيري اكتسب خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين، يعني اعاد روح الهجمه من جديد. كابتن سلامه جيلاني. دقيقة 43 ثانية 61 54، لكن طارق الغنام بيخليها 62 54.
وبيحرز الرميه الحره الثانيه. برافو يا طارق، عامل جيم كويس برضه النهارده، الجيم تكتيكي كويس ونازل تحت الباسكت وملتزم. يمكن ما شفناهوش بيشوط ثلاثيات النهارده كالمعتاد من مكانه في منتصف الملعب او من خارج قوس الرميه الثلاثيه من ناحيه المنتصف. اسماعيل احمد هيبدا يخش مع ياسر، لكن بيشوط برضه اي حاجه ما بتجيش، وبيخلي بيدفع امير عبد الرحيم وهو بيلم الكوره انه يرتكب خطا شخصي. وعاد الرقم 9 مرة أخرى يفرض نفسه على نتيجة اللقاء بين الفريقين، وفارق 9 نقاط لصالح النادي الأهلي. إسلام علي مستريح جدا من غير ديفنس، بيشوط جوه الباسكت. يعني يمكن في خلل شوية في الدفاع الفريق، لأن لعيبة الأهلي بتشوط مستريح، حتى بيخرجوا بالكرة من غير سكرين يعني أو من غير ستار أو حاجة، وبنلاقي اللعيب فاضي جدا وبيصوت. خطأ شخصي وتغيير بنزول اشرف صدقي مكان بيبو، وعلى طول اشرف صدقي هينزل له خالد مصطفى اللي نزل مكان شادي العوامري. امير عبد الرحيم اللي بيشوط بثلاثه ما بتجيش، يلم صدقي لكن بتتزحلق من ايده كده وبتطلع رميه من الحد الجانبي. طارق خير، اسلام علي، ياسر ابو الفتوح، اسلام علي بيشوط تاني بثلاثه. يا سلام يا اسلام. يعني في التايم اوت او في اول تايم اوت كده هشرح لكم ايه اللي بيحصل من لعيبه الاتحاد اللي بيخلي لعيبه الاهلي فاضيه وهي بتشوط فاضيه. في خطا او خلل دفاعي شويه مع اول توقف كده، هشرح لكم ايه اللي بيتم بالظبط من لعيبه الاتحاد. محمد رمضان بيتعمل له بلوك، لكن امير بيلم الكرة ويطلع يحط الكرة جوه الباسكت. برافو يا امير. خالد مصطفى بيشوط طبعا وبترد في الحلقة ما بتجيش، وبينتهي زمن الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 69-56. يمكن مع التوقف ده كده دقيقتين عندهم راحة. اشرح لكم ايه اللي بيحصل من لعيبة الاتحاد بالظبط في الدفاع، او خطأ دفاعي بيخلي لعيبه الاهلي فاضيه. اهي في الكوره دي اللي اتعادت شفنا ميشو، لو المخرج يعيدها لنا تاني معلش يا وائل، نستأذنك في تعيد لنا اللعبه دي تاني. اهي الكوره، شوف الكوره نزلت لتحت لياسر ابو الفتوح. بص بقى ميشو جاي له من ورا اهو وساب الراجل بتاعه، مفيش حد عمل روتيشن على الراجل اللي فاضي تاني، وهو في نفس الوقت ما لحقش يطلع. يعني شفنا ايه اللي تم. اللي بيتم ان هو بيحاول يعمل تراب او مصيده. علشان نعمل تراب او مصيده اللي هو نخلي 2 مدافعين على 1 مهاجم، ده لازم يبقى فيه وعي تكتيكي من الثلاثه التانيين الديفنس اللي هم ماسكين مناتهم، يبقى يحصل فيه روتيشن. لو شاف ان زميله عم بيعمل تراب على كوره، اقرب واحد يروح للراجل القريب للكوره اللي هو كان اسلام علي اللي راحت له الكوره تاني. لازم يحصل اهو. بص الكوره، شوف الكوره ايه اللي حصل. لا دي لعبه غيرها. لا شوف شاط مستريح ازاي الراجل. بيتعمل تراب او مصيده فبينزل 2 على مهاجم، معنى كده ان ال3 التانيين لازم يتحركوا لاقرب ناس للكوره، يسيبوا الراجل البعيد اللي احتماله صعب قوي ان يجي له الكوره، لكن اقرب واحد للكوره لازم الناس تروح له. هو ده ما بيحصلش من لعيبه الاتحاد، هو ده يمكن الخلل اللي موجود. بيحصل تراب غير مدروس فبيروح للكوره، مفيش زميل بيغطي على الزميل اللي ممكن ياخد الكوره او القريب من الكوره. بتجي له الكوره طبعا مستريح، بيشوط بيجيب، وضع طبيعي. هنشوف يمكن احمد عمر هيعالج الخطأ ده ولا لا في زمن الكوارتر الرابع. يمكن الشوط الرابع 69-56، 13 بونت، برضو الفرق مش كبير، يقدر يتعوض في مجال كرة السلة. اقصد اقول انه يقدر يتعوض 69 56 13 نقطة، سهل جدا انه يتعوض خاصة في الباسكت وفي 10 دقايق وقت، ويفرق كمان الفريق المهزوم يقدر يفرق 13 و15 بونت.
في 10 دقايق. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، لكن طبعا الاهلي هيحاول يحافظ على تقدمه. رمية القفز انتهت لطارق خيري. اسلام علي، وشايف يمكن اشرف توفيق بادئ كده باسلام وطارق، اتنين يساعدوا بعض في خروج الملعب. ياسر ابو الفتوح بيهوش اسماعيل ويطلع يحط الكوره ما بتجيش، ويخطف الكوره خالد مصطفى تاني ويبدا هجمه، لان من حقه طبعا الكوره لمست من الحلقه، من حقه زمن ل 24 ثانيه. هنا يمكن الكابتن مجدي جلال صفر ان الكرة وقفت. كان في كده يمكن ياسر ابو الفتوح بيظبط حاجه. طارق الغنام واخد محمد رمضان تحت، عايز يلعب بيه تحت اهو، وقصيره بيلم اسماعيل. اشرف صدقي، امير عبد الرحيم، ميشو عايز كده يعني ياخد فرصه انه يشوط الكوره. اسماعيل احمد 5 ثواني لازم يلعب على الباسكت، وبيعمل خطافيه ما بتجيش، وعلى طول رمضان بيعمل الريباوند ويحط الكره جوه الباسكت. شايف اسلام علي لوحده على طول جوه الباسكت، وتمريره طويله من طارق خيري لاسلام علي في غيبه من الدفاع برضو. هنشوف الكره على طول خدها وعلى كده وبعد بايده عن البلوك عشان يتجنب البلوك اللي جاي له. اسماعيل احمد واخد ياسر ابو الفتوح وعايز يلعب بيه تحت الباسكت، لكن طارق الغنام مغطي، ورمضان بيلم لتاني مره وبيعمل الكوره، لكن بيتعمل له بلوك. وخطأ شخصي على ياسر ابو الفتوح ضد اشرف صدقي. شفنا يمكن صراع العمالقه هنا. طارق الغنام عمل بلوك رمضان بعد ما رمضان لم الكوره منه. بص الكوره اهي، رمضان لم الكوره عمل له بلوك حلو قوي من طارق الغنام بعد ما طيره اول مره، في الثانيه لا، لمها مين؟ لمها صدقي، وهو صدقي بيلم وطالع يشوط، بيحتسبها خطأ شخصي. يعني في استنكارات شويه من جماهير الاتحاد، اعتقد ان هي رميتين حرتين، هو حسبها من الحد النهائي. بتتخطف الكوره، اسلام علي اللي بيهوش ويطلع لبره، لكن امير بيخطفها. 1 على 3 هينجح في 1 على 3. بيتعمل له بلوك، داخل طبعا في وسط 3، لكن لحسن حظه ان الكره رجعت لميشو تاني. ميشو مش عارف، مصمم ان هو يدي اشرف صدقي، فبيدور على اشرف بس. 4 ثواني وبيقف ويشوط ب3، ما بتلمسش حاجه، وطالما ما لمستش الحلقه يبقى زمن ل 24 ثانيه انتهى. يبقى لاول مره بينجح دفاع النادي الاهلي انه يجبر الاتحاد السكندري على عدم انهاء الهجمه في خلال 24 ثانيه. كان لازم طبعا ميشو او اشرف صدقي يخلي بالهم من الكلام ده بدري شويه. خالد مصطفى، طارق الغنام، اسلام علي اللي بيطلع لبره لياسر ابو الفتوح، لخالد مصطفى اللي بيشوط ب3 ما بتجيش ويلم مستريح. اسماعيل احمد، ميشو لامير، وعلى طول امير وهو طالع سلميه. شوف بقى سرعه الاداء الهجومي من لعيبه الاتحاد في الفاست بريك وقلب الهجمه او الترانزيشن، وهو التحول من الدفاع للهجوم، بيجبر لاعبي النادي الاهلي اثناء دفاعهم في ارتكاب اخطاء شخصيه غير متعمده. اقصد اقول من سرعه الدفاع، انا كمدافع مش شايف ايه اللي بيحصل جنبي او قدامي، فبضطر ان انا عشان امنع الكره مع سرعه التفكير مع توافق العضلي العصبي والاشارات اللي جايه من المخ برتكب خطا شخصي. حاجه لا اراديه يعني. يا اما بقى اخد قرار ان انا اسيبه من الاول، يعني ما احاولش ان انا اعمل دفاع. طارق خيري بيعدي، لكن ميشو بيرتكب معاه خطا شخصي. 71-60 لصالح النادي الاهلي.
و7 دقائق و19 ثانية متبقيين من زمن المباراة، الشوط الرابع والمباراة. طارق الغنام شايف كده الاتحاد بيلعب دفاع رجل رجل وبيحدفهم بره شويه، يعني ضاغط شويه. اسلام علي كده بياخد خطواته وبيشوط الكوره لكن ما بتجيش. صدقي، اسماعيل احمد بيضطر ان هو ياسر ابو الفتوح يرتكب معاه خطا شخصي لانه استجاب للفيك، يعني استجاب للتمويه اللي عمله اسماعيل فراح، فعشان يلم نفسه تاني اضطر ان هو يرتكب معاه خطا شخصي. اهو شوف الكوره عداه خلاص فدافع بجسمه بقى، السبيل الوحيد لايقافه. بيشوط تاني بثلاثه ما بتجيش. ده الكلام اللي احنا بنقوله. اعتقد النهارده يعني اسماعيل مش موفق فلازم يلعب تحت زي كده. ما بتجيش من تحت الباسكت. اسماعيل مش موفق تماما النهارده، باستثناء طبعا الكام كوره او يعني عايزين نقول ان هو مش في مستواه الطبيعي النهارده، لان اسماعيل عنده احسن من كده. ياسر ابو الفتوح، طارق الغنام، خالد مصطفى، تمريرات من غير سكرينات لكسر دفاع الرجل لرجل، وخطأ شخصي لمحمد رمضان على محمد رمضان لصالح ياسر ابو الفتوح، يستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. ياسر ابو الفتوح هو ده. رميتين حرتين لصالح ياسر ابو الفتوح. واسماعيل احمد بيلمها من فوق بالصايحه كده. يمكن كل الجماهير سمعت الصايحه بتاعته. اشرف صدقي، وتمريره يا اشرف يعني مقريه شويه. اسماعيل طبعا عدى كده وجري من ورا المدافع لكن كانت مقريه شويه للدفاع اللي على طول قطع. طارق خيري يشوف ماسكه مين، محمد رمضان، لا لازم يرجع على طول. جاله اشرف صدقي متاخر. وخطأ شخصي متعمد على ميشو. يعني حسب تكنيكال فاول على ميشو، هو في حسب خطأ شخصي. اهو بص الكوره، شوف طارق داخل وعلى طول ميشو شده، وكان اسماعيل عامل له بلوك. يمكن لو كان ميشو سابه كان نجح البلوك، لكن احتسب الكابتن سلامة جيلاني خطأ شخصي على ميشو. هو خطأ صحيح، اضطر ميشو انه يعترض. الاعتراض عايزين نقول يفسد للود قضيه، لان الود اللي بينه وبين الحكم راح فاداله تكنيكال فاول. اهو شوف الكوره، اهو اسماعيل عمل له بلوك لكن خطأ شخصي على ميشو. الاعتراض يعني يفسد العلاقه بينه وبين الحكم. اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود القضيه، ماشي. من حقك تقول يا ميشو ان ده مش فاول لكن ما تعترضش على الحكم، قولها بينك وبين نفسك. هقولها له بعد الماتش، انما قلتها له بقى ومش فاول على طول الحكم ما بيستناش اي اعتراض من اللعيبه. الكابتن سلامة جيلاني والكابتن مجدي جلال ومداولات، لكن الخطأ شخص. هنشوف بقى الحكم هيطبق ايه. تكنيكال فاول احنا بنقول انه رميه وحيازه، وكان ليه خطأ شخصي ب2 رميه حره، يبقى المفروض انه هيشوط 3 رميه حره وحيازه. الخطأ الشخصي الاول لصالح طارق خيري، هيشوط الرميتين. مداعبات من جماهير الاتحاد السكندري بتهز الحلقه كده من ورا، وطارق خيري يمكن بيقول له ان الحلقه بتتهز. واحرز الرميتين حرتين، ومن حق اي لعيب ان هو يشوط التكنيكال فاول. فرميه حره اهي، الرميه الحره. قرر طارق خيري بعد ما جاب الرميتين انه يشوط الرميه الثالثه. احرز ال3 رميات حره وهي الحلقه بتتهز. برافو يا طارق، تركيز عالي.
والحيازه لصالح النادي الاهلي، ويعزز تقدم النادي الاهلي الى 75-60 15 نقطه و5 دقائق و50 ثانيه متبقيين اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه من زمن اللقاء والشوط الثاني او النصف الثاني. جورج نسيم شايف انا في الملعب، وطارق خيري والحماس الزايد. يا سلام يا طارق، وتصويبه ثلاثيه واحرز 6 نقط في خلال يمكن 10 ثواني او 15 ثانيه. ميشو، رمضان، اسماعيل احمد اللي بيحاول ينزل بياسر بجورج نسيم ويلعب بيه، ما بتجيش. طارق الغنام يلم ويطلع لاسلام علي والهجوم الخاطف. طارق خيري، جورج نسيم شفناه كده اهو نزل مكان ياسر ابو فتوح. اهو جورج المنتقل من صفوف نادي المقاولين هذا العام. طارق الغنام على طول بيشوت لكن ما بتجيش، والهجوم الخاطف لكن خبطت فيه واتقطعت، وجورج نسيم ما بيجيبهاش وبيحرز باسكت سهل. باسكت للاهلي، وانقلب جماهير الاتحاد السكندري على فرقته. يعني الاول مره بقى اشوف جماهير الاتحاد السكندري وعي كامل وعارفين ان اللعيبه بتاعتهم هي اللي مقصره. وهنا بقى يعني يمكن الكاميرا لو جت هتافات من جماهير الاتحاد ضد لاعيبتها، وشايف لعيبه الاتحاد برضو مش مستوعبه اللوم او مش مدركين حب جماهيرهم ولومهم وعتابهم لفرقتهم، وبداوا يسحبوا فرقتهم ويخشوا. وسحبوا فرقتهم جوه غرفه خلع ملابس لغايه لما كده يعني تهدى الجماهير شويه. يمكن اللعب متوقف تماما، وكابتن سلامه جيلاني وكابتن مجدي جلال. يمكن هنا بقى مداولات بين اشرف توفيق وكابتن مجدي جلال وكابتن سلامه جيلاني عشان نشوف بقى ايه اللي هيحصل بالظبط. كابتن اشرف طبعا بيطالب ان المباراه تستكمل وعشان اللعيبه ما تفقدش تركيزها. وعشان اللعيبه طبعا ما تفقدش تركيزها. وفي المقابل يعني الحكم برضو كابتن سلامه جيلاني انا شايفه هو رايح على دكه بدلاء نادي الاتحاد بيكلم المسؤولين عشان يشوفوا الفرقه هتكمل اللقاء او الاربع دقائق 46 ثانيه المتبقيين من عمر المباراه ولا لا. وشايف هنا برضو يعني لعيبه النادي الاهلي هم واقفين طبعا في منتصف الصاله منتظرين ما سيقرره لاعبو الاتحاد وجهازهم الفني. طبعا غضب عام في صاله استاد الاسكندريه في جميع اركان الملعب. عايز اقول ان يعني في خلال التوقف ده فعلا لعيبه الاتحاد السكندري مش في مستواها، او يمكن الجماهير حاسه ان مش هي دي او مش هو ده المستوى للاعبي نادي الاتحاد السكندري المنتظر منهم. خاصه ان الدورات المجمعه هتبدا بعد اسبوع من دلوقتي، يعني هتبدا يوم 28/2. فاذا دخلوا الدورات المجمعه بالمستوى ده فهم يعني جماهير الاتحاد متوقعه ليهم الخساره، فعشان كده بيلوموا فرقتهم او بيحاولوا يصحوهم شويه قبل الدورات المجمعه، لان النتيجه وصلت 80-60 والكلام ده في صاله الاتحاد السكندري. يعني برضو بيبقى صعب ان الاتحاد السكندري انه يؤدي الاداء ده
في صالة استاد الإسكندرية، فعشان كده اللوم والعتاب من جماهير الإسكندرية. مش عارف، يمكن دلوقتي انا يعني الناحيه القانونيه المفروض ان الاتحاد الحكم او ما فيش وقت محدد بينتظروا الحكم علشان يشوف راي الجهاز الفني، لكن هو المتبع انه بيشوف بفكره او بالوضع الراهن الحكم يقدر يقرر اذا كان المباراه تستكمل ولا لا. يعني هل انا مش عارف، شايف رجال الامن واقفين مع الحكام برضو او قريب من الحكام، وكان في مداولات بينهم دلوقتي، وشايف بدات الجماهير من الصاله تتوافد على الخروج، مش بتصرف من الامن، هو الجماهير بدات تخرج طواعيه من نفسها، يعني مفيش قرار امني او حاجه باخلاء الصاله، لا كل الناس قاعده بتتفرج عادي جدا. لكن احنا هننتظر ونشوف القرار ايه من لعيبه نادي الاتحاد السكندري وجهازهم الفني ومسؤوليهم اللي موجودين في المقصوره الرئيسيه. زي ما احنا شايفين النتيجه قدامنا 80 الاهلي 60 الاتحاد السكندري، و4 دقائق و46 ثانيه متبقيين. طبعا يعني بيزيد الوضع صعوبه لمحاوله الاتحاد السكندري باللحاق بركب المباراه كلما ضاق الوقت ووسع الفارق. يمكن اذا لخصنا مباراه النهارده او قلنا مختصر كده للقاء النهارده، الاهلي بادئ بدايه سخنه جدا واستعداد جاد وكله تركيز ان هو يحاول يحقق فوز معنوي على فريق الاتحاد السكندري، خاصة قبل الدورات المجمعة، وخاصة انه في اسكندرية. برضو ومن ناحية النادي الاهلي ان هو عايز يحسن صورته امام جماهيره ويطمئن جماهيره، خاصة بعد ما اتهزم الاسبوع اللي فات من نادي الزمالك في ملعب النادي الاهلي في مباراة برضو تحصيل حاصل بعد ما ضمن الفرق الكبار الحصول على الاربع مراكز الاولى اللي هتأهلهم للدورات المجمعة. برضو شايف الكابتن مدحت ورد اهو يمكن في اسفل الشاشة نازل يدخل غرفة لعيبة الاتحاد السكندري عشان يحسهم، اهو كابتن مدحت ورد يمكن في اخر الصالة عشان يحسهم على تكملة المباراة، لان طبعا اول مرة تحصل يعني ان لعيبة الاتحاد السكندري يسيبوا المباراة كده من نصها او لعدم انتهائها في نهاية اللقاء. لقطات كده من احداث المباراة. واذا قلنا برضو مختصر المباراة كده زي ما اتكلمنا على النادي الاهلي، نادي الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري بدأ المباراة باستهتار شوية او عدم توفيق شوية من بعض لاعبيه ونجوم فريقه، خاصة يمكن مش في حالتهم الطبيعية النهاردة. اسماعيل احمد الجزار مش في حالتهم شوية، امير برضو عنده احسن من كده، يمكن ما خدش فرصته الكاملة او ان هو عنده برضو لعب مباريات احسن من كده. يمكن شوية اخطاء برضو في الناحية التكتيكية الدفاعية. محاولة اللحاق بركب المباراة تمت على فترات وباستحياء من لاعبي نادي الاتحاد السكندري مع الحماس الجماهيري او مع محاولات فردية، لكن مش مع اداء جماعي منظم من لاعبي نادي الاتحاد السكندري كما تعودنا. هو ده يمكن اللي حصل في لقاء النهارده او الانطباع العام عن لقاء النهارده. ما شفناش تغييرات في الخطط الدفاعيه من اشرف توفيق واحمد عمر باستثناء، نشوف بقى هنا الحكم واقفين، حكمي اللقاء واقفين على غرفه خلع لاعبي الملابس، كابتن سلامه جيلاني وكابتن مجدي جلال لاتخاذ القرار النهائي اذا كانوا هيلعبوا ولا لا. يمكن اشرف توفيق واحمد عمر ما غيروش في التكتيكات الدفاعيه، وهم غيروا طبعا في التكتيكات الهجوميه لمحاوله ارباك الدفاع، لكن كتكتيك دفاعي ما اتغيرش يمكن الا على فترات. يمكن شفنا هجمتين ثلاثه كده الاتحاد السكندري شفنا فيهم الاهلي بيغير ويلعب دفاع مان تو مان فول كورت، او حاول انه يعمل زون بريس 2-1-2 او 1-2-1-1، لكن ما تمتش كامله. في المقابل برضو احمد عمر لعب بعد وقت مستقطع كده، كان خدوا اشرف توفيق هجمتين بالظبط
دفاع مان تو مان برضه فول كورت، او دفاع رجل لرجل بطول الملعب. هو ده يمكن التغيير اللي شفناه الوحيد، لكن ما شفناش تغيير كده لمده دقائق في الخطط الدفاعيه او محاوله قلب الدفاع الى زون ديفنس او دفاع منطقه. يمكن الظروف ما ساعدتهمش في كده، او هم عارفين ان نسبه التصويب عاليه من الفرقتين، لكن ما شفناش تغيير او محاوله ان هم يشوفوا كده اذا لعبنا زون دفاع او دفاع منطقه ايه اللي هيحصل بالظبط. يمكن نجحت مساعي الكابتن مدحت ورده في عوده لاعبي الاتحاد السكندري الى ارض الملعب، وشايف بعض اللعيبه كده رجعوا فعلا الى ارض الملعب. لقاء فرصه ويعني برضو أجهزة الأمن واقفة على غرفة خلع لاعبي النادي الاتحاد، وشايفين محمود أبو العيش وسام الوكيل الأسد يملأ عيونهم. يعني مش هو ده المستوى المنتظر. أشرف صبي كابتن الفريق، أحمد عمر المدير الفني، وأحمد الجزار، وهيكملوا اللقاء. يمكن اذا قلنا نتائج الاتحاد السكندري بنجد انه بيحتل المركز الثاني بعد نهايه المرحله الثانيه بعد الزمالك مباشره، نتيجه فوزه على النادي الاهلي في القاهره في المرحله الاولانيه، وفوزه على نادي الجزيره ايضا. خسر بس من قدام الزمالك، قدر برضه انه يجمع عدد من النقاط لا باس به في الدور الثاني. خسر من الزمالك وكسب الجزيره ثاني، وبرضو هنا المباراة اللي هي مع الاهلي اهي، وطبعا يعني باستثناء المباريات اللي هي الثانيه اللي هي كسبها طبعا اللي هي الشمس وطنطا والكهرباء وسبورتنج، لكن انا بنتكلم على لقاءاته مع الفرق الكبيره اللي بتحدد المستوى او الترتيب العام. بكده يبقى احتل هو المركز الثاني بعد الزمالك اللي تقريبا فاز في جميع لقاءاته باستثناء مباراه الجزيره في المرحله الثانيه. اذا قلنا ان الفرق بتجهز للدوره المجمعه، ففعلا في استعداد جاد، لان الدوره المجمعه الاولى بقى اللي هي هتقام 28 فبراير في المنيا ما فيهاش هزار. مباراه زي دي اخسر على طول بقل في النقط، غيري بيتقدم، لان المباراه ب2 بونت، اللي بيخسر بياخد بونت، وبخسر من فرقه كبيره يبقى هو بيتقدم انا بخسر. يعني المباراه على طول بتعتبر بمباراتين، هو فاز مباراه وانا خسرت مباراه، عشان اعوضها لازم اكسبه مباراتين كمان، وهي العمليه كلها 3 دورات مجمعه. شايف برضو يمكن بيبو اهو في الملعب ملوش نفس يلعب، واحمد الجزار لعيبه محبطه طبعا بعد هتافات الجماهير ضدهم، لكن يعني برضه عايزين نقول للعيبه الاتحاد اعذروا الجماهير شويه، لان الجماهير عايزه ان الفرقه بتاعتها تكسب، خاصه ان هي تعودت من لاعبي الاتحاد السكندري ان هم يكسبوا على طول في صاله استاد الاسكندريه. و4 دقائق و46 ثانيه متبقيين من زمن اللقاء، وبدأ الحكم يصفر ورميه من الحد الجانبي لصالح نادي الاتحاد السكندري. هنشوف كده ال4 دقائق و46 ثانيه المتبقيين دول هيكون شكلهم ايه، لكن مفيش شايف مفيش نفس من لعيبه الاتحاد ان هم يلعبوا، لكن هنشوف. بيبو اللي بيدخل ويطلع للجزار اللي بيشوط ب3 ما بتجيش، امير بيلم وبيطلع لميشو اللي بيشوط ب3، كله بيشوط بقى من غير نفس، فالكره ما بتجيش، واعتقد ان الفرق هيوسع لو فضلوا يلعبوا كده من غير نفس. يعني اسلام علي جورج نسيم طارق الغنام، شايف كده يعني في لعيبه الاتحاد اكن في حاجه مكسوره. بيلم رمضان حاجه مكسوره طبعا جواهم، مش حاجه مكسوره في الملعب يعني. امير عبد الرحيم لبيبو بيشوط ب3 ما بتجيش، شوف الاداء، الرجوع ضعيف. لعيبه الاهلي برضو بتتمشى في الملعب، يعني هم هيقضوا الوقت اللي فاضل 3 دقائق و47 ثانيه، فات دقيقه كامله من غير ما حد يحرز اي باسكت. جورج نسيم اللي ما بيشوتش بيشوت ب3. ميشو
بيطلع لامير وتمريره حلوه قوي، لكن وهو طالع بيحطها بيرتكب معاه خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. بيبو بيحرز الرمية الحرة الأولى. أحمد عبد الوهاب أو أحمد محمد عبد الوهاب ابن المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري الكابتن محمد عبد الوهاب، وعلامة من علامات كرة السلة في مدينة الإسكندرية. طارق الغنام ابن الكابتن طه غنام المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنيسات، وأخو وشقيق رحاب الغنام نجمة منتخب مصر في كرة السلة للأنيسات اللي اعتزلت كرة السلة دلوقتي. بيبو بيطلع لبره لميشو اللي بيشوط ب3 ما بتجيش. خالد مصطفى، اسلام علي، خالد مصطفى اللي بيقف بقى كده ورجليه دايسه على الخط وبيشوط ما بتجيش. يلم ميشو. رمضان، بيبو، امير عبد الرحيم المنتقل من صفوف نادي الاولمبي الى الاتحاد السكندري. رمضان وسط استنكار كده وهتافات استنكاريه او للسخريه من جماهير الاتحاد السكندري دفعت امير عبد الرحيم كده انه يقف ويستنكر اللي بيحصل. انا بنقل لكم الصوره تماما اللي بتحصل في الملعب. طارق الغنام بيشوط ب3 ما بتجيش، يلم امير تقع منه، بيجيبها تاني لاحمد الجزار، لبيبو، للجزار، لامير اللي بيشوط ب3 بيحرزها جوه الباسكت ويضيق الفارق الى 80-67 دقيقه 56 ثانيه. يمكن من ساعه ما كان اللعب متوقف الاهلي لم يحرز اي سله. كانت 80-60 بقت 80-67 ودقيقه و51 ثانيه من زمن اللقاء والمباراه، ووقت مستقطع طلبه اشرف توفيق. يعني عايز الفرق قل دلوقتي 13 نقطه وعايز يقول لهم لا، ما يعني مش معنى ان الاهلي او لعيبه الاتحاد او الخصام الوقتي. هنشوف الاعاده هنا وامير والكره الثلاثيه اللي لعبها. الخصام الوقتي بين لعيبه الاتحاد السكندري وجماهيرهم. ما تستجيبوش انتوا للكلام ده ولازم تلعبوا او تأدوا باعلى من كده وتحرزوا النقاط، لان من ساعه ما كان اللعب متوقف لم يحرزوا اي نقطه حتى الان. انتهى الوقت المستقطع دلوقتي ونزل لعيبه الاتحاد. ورميتين حرتين لصالح طارق خيري. بيضيع الرمية الحرة الأولى. وبيحرز الرمية الحرة الثانية. أشرف صدقي، أمير عبد الرحيم اللي داخل وبيحط الكرة. يا سلام يا أمير جوه الباسكت. طبعا مع انكسار لعيب الاتحاد السكندري عايز يقول كده ايه، نيمنا معاه شويه او ريحنا معاه شويه، مبقاش فيه الحماس. طبعا بيبو واتعمل له بلوك رائع من طارق الغنام وكانه بيوجه له رساله بيقول له القصيرين ما يجوش هنا يا بيبو، هنا صراع العمالقه فقط، لكن تشوت من بره احسن. امير بيشوت ما بتجيش، يلم جورج. طارق خيري اللي بيهدي اللعب بخبره وذكاء. طارق خيري، جورج نسيم بتعمل له بلوك طارق الغنام والهجوم الخاطئ، وبيبو بيطلعها لطارق الغنام اللي بيمسك كورته بقى ويظبط كده ويدي الاسلام ودقيقه او ثانيه. طارق خيري وعاملين كده فريزنج او تجميد للكره عشان يحاول ينهي في نهايه زمن 24 ثانيه.
لكن بتخبط في ايد طارق وبتطلع رميه من الحد الجانبي. 81 الاهلي 69 الاتحاد السكندري، و50 ثانيه 12 نقطه. احمد الجزار، تمريره غريبه جدا لامير عبد الرحيم، شجعوه عليها جماهير الاسكندريه ترجمه للاداء السيء. طارق خيري، شادي العوامري بيشوط بثلاثه ما بتجيش، بيتعمل له بلوك كده حلو قوي من رمضان لجورج نسيم. واو، حط الكرة جوه الباسكت، لكن وهو بيحطها اتعمل له بلوك الامير اسلام علي اللي بيهوش ويطلع تاني لشادي العوامري. وتكنيكال فاول على امير عبد الرحيم. اعترض كده ان الكرة اللي فاتت دي، يمكن لو شفناها التقسيمه كده اللي هي باللمسات دي، الهجمه الاخيره لنادي الاتحاد السكندري، امير يمكن بيعترض على ان الكرة عليت عن مستوى الحلقه وهو شالها من فوق. طبعا تكنيكال فاول يستوجب رميه حره وحيازه، ضيع الرميه الحره والحيازه طارق خيري. وده البلوك اللي اتعمل من رمضان لجورج. طارق الغنام اول مره بقى بيصوب بثلاثه من هنا وهو ده مكانه. واخر ثانيه من المباراه وينتهي اللقاء اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه بفوز النادي الاهلي 84-69. هذا الفوز لا يؤثر في ترتيب ومراكز الانديه الاربعه الكبار، فما زال الزمالك يحتل الصداره لانه فاز